السلام عليكم. أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج العمق مع أحمد الجندي. هنتناول في البرنامج الموضوعات الخاصة بالإنتاج الحيواني، ونغطي كل المسارات الخاصة بالإنتاج الحيواني، سواء كانت تغذية أو رعاية بيطرية أو تسكين. ولما نيجي يا جماعة نتكلم عن التغذية، لازم نعرف إن الحيوانات بنقسمها لمراحل وزنية. يعني على سبيل المثال في العجول بنقسم العجول لمراحل وزنية من 150 كيلو ل 250 كيلو، دي يعتبر مرحلة وزنية، ومن 250 كيلو ل 350 كيلو دي تعتبر مرحلة وزنية، ومن 350 ل 450، ومن 450 لوزن البيع. كل مرحلة وزنية محددة الحيوان ليه احتياجات غذائية معينة من بروتين وطاقة وأحماض أمينية وأملاح معدنية وفيتامينات. فاحنا هنتكلم عن كل الأمور دي. وبرضه بالنسبة للأغنام بتقسم لمراحل وزنية من 15 كيلو ل 25، ومن 25 ل 35، ومن 35 ل 45، ومن 45 وزن البيع. طبعا المراحل ديت لها احتياجات غذائية زي ما قلنا، وهنعرف ازاي نعمل علفة متزنة تدي الحيوان احتياجاته الغذائية. ولما نخلص ان شاء الله مسار التغذية هنبدأ نتكلم في المسار الثاني اللي هو مسار الرعاية البيطرية، ونتكلم عن كافة الأمراض اللي ممكن تصيب الحيوان، سواء كانت أمراض فيروسية أو أمراض بكتيرية أو أمراض طفيلية أو أمراض فطرية. الأمراض الفيروسية لازم نحصن الحيوان، لأن ملهاش لو الحيوان اتصاب بيها ملهاش علاج، فلازم نحصن الحيوان. طبعا الأمراض الفيروسية ديت زي إيه؟ زي الحمى القلعية والواد المتصدع والجلد العقدي، ده بالنسبة للمقطرات الكبيرة. والمقطرات الصغيرة زي الأغنام والماعز دي بتصاب بطاعون الأغنام وجدري الأغنام، ده بالنسبة للأمراض الفيروسية. أما بالنسبة بقى للأمراض البكتيرية زي الباستريلا والسالمونيلا والسل. وفي عندنا برضو أمراض طفيلية، في منها طفيليات داخلية وفي منها طفيليات خارجية. الطفيليات الداخلية زي الكوكسيديا والكوليستريديا والديدان المعوية والديدان الرئوية والديدان الكبدية. وفي طفيليات خارجية زي القراض والجرب والأمل. كل الحاجات ديت هنعرف ازاي نتعامل معاها ونعرف الأعراض بتاعتها ونحدد برضو العلاج. وبعد ما نخلص إن شاء الله المسار الخاص بالرعاية البيطرية هنبدأ نتكلم عن التسكين. التسكين اللي هو المكان اللي بيعيش فيه الحيوان. المكان ده يا جماعة لازم يكون ليه مجموعة من المواصفات والمعايير، من ضمنها مثلا المساحة. لازم تكون المساحة اللي بيعيش فيها الحيوان تتناسب مع العدد، بحيث ان ما يحصلش زحام او يحصل وجود فراغات، وده بيؤدي في النهاية إلى فقد جزء من طاقة الغذاء اللي كلها الحيوان. ده بالنسبة للمساحات. بعد كده هنتكلم على فتحات التهوية. لازم فتحات التهوية في المكان تكون مناسبة طبقا للمساحة، يعني 2.5% من مساحة الأرضية لازم تكون فتحات موجودة في المكان، علشان خاطر نضمن ان الهواء يتجدد داخل المكان، ونضمن ان الشمس بتخش داخل المكان. والارضيات برضو ما يكونش نسب الرطوبة فيها عالية، لان نسب الرطوبة العالية في الارضيات ده بتبقى بيئة صالحة ومناسبة لنمو البكتيريا والفطريات داخل المكان، والطوايل الخاصة بالتغذية والمشارب اللي موجودة في المكان. كل ده هنتكلم فيه في برنامج العمق مع أحمد الجندي. يسعدني ويشرفني متابعتكم على القناة. أهلا وسهلا بحضراتكم.